سبحان الله، للمرة المليون القدر بيساعدني لتحقيق كلامه والإثبات كل الكلام اللي أنا بقوله. في حلقة امبارح كنت بتكلم عن الأهلي سبب فساد الكرة المصرية والرياضة المصرية عموما، وجبت أدلة وإثباتات حصلت في التاريخ، مش مجرد ادعاءات بقولها من عندي. يعني إثباتات إن الأهلي انسحب من مباريات كتير في الكرة المصرية عبر تاريخه. راجع جوجل كده، ابحث فيه، اكتب كم مرة انسحب النادي الأهلي وشوف هيطلع لك كم مرة، وكانت بتتحسب للنادي الأهلي أو بتتحسب للنادي الأهلي برضه. في الحالتين كانت بتتحسب النادي الأهلي، كان النادي الأهلي ينسحب والمباراة تتحسب له 3 نقط لصالح النادي الأهلي، أو ما يتخصمش منه 3 نقط ويفوز ببطولة، وحاجات تانية كتير حصلت في التاريخ. آخرها الموسم الماضي اللي منتهي من كام شهر، يعني مش من كام سنة. القصة بتاعت مباراة انسحاب النادي الأهلي من قدام نادي الزمالك وتغيير اللائحة مخصوص للنادي الأهلي، وقلنا ان النادي الأهلي فضل الإسماعيلي وطرف في سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك. الناس دخلت تعلق نفس التعليقات بتاعتها، بيكذبوا الحقائق اللي حصلت على أرض الواقع، وبيجملوا وبيأكدوا في التزوير. النادي الأهلي سبب فساد الرياضة المصرية. من ضمن الرياضة المصرية دي كرة السلة اللي كانت فيها مباراة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري. طبعا حصلت مشكلة، طبعا في لاعب سب لاعب تاني، لاعب الاتحاد اللي عنده 16 سنة ينشر على السوشيال ميديا ويقول انا عيل صغير وما اقدرش استحمل الشتيمة اللي جات لي من لاعيبة النادي الاهلي او من لاعب في النادي الاهلي. هيطلع بقى اللجان بتوع النادي الاهلي اللي بيظهروا في الوقت ده علشان خاطر يغيروا الحقائق ويألفوا حوارات لصالح النادي الأهلي تدين الاتحاد السكندري. يعني الاتحاد السكندري اللي حصل له المشكلة وهو اللي هيندان، وفي جمهور هيصدق الناس دي. الجمهور ده بقى اللي بيتقال عليه قطيع. القطيع ده بقى اللي أنا قلت عليه إعلام النادي الأهلي بيستخدمه في فساد الكرة المصرية. انتوا بالنسبة لنا قطيع، احنا هنقول لكم جمل كده تنفذوها وترددوها كمان من غير اي فهم خالص. طبعا احنا شفنا الحلقات دي كتير قبل كده ونفس المواقف. النادي الاهلي اللي بيطلع يدافع عن نفسه، النادي الاهلي اللي بيطلع يقول انا مظلوم، النادي الاهلي اللي دايما في خانة اليك.